هو يعني ايه لما بنفتح التلفزيون في بيوتنا بنلاقي ده؟ هو للاسف بقول لحضرتك على حاجه، علاقه زوجيه بدون زواج، صح كده؟ هي مش معناها بالشكل دوت، ولكن اتنين يقيموا مع بعض اقامه كامله كالازواج. مش ازواج، هم قصدي احبه، هم عشاق، هم اي كلمه من Sorry ass DJ. ممكن يفتكروا ان هم ساكنين مع بعض وخلاص. لا، انا بتكلم على ان في علاقه ما هو كاملة، للاسف بقول لحضرتك على حاجه، علاقه زوجيه بدون زواج، صح كده؟ هي مش معناها بالشكل دوت، ولكن اتنين يقيموا مع بعض اقامه. يا افحمه اديها له في نص جبهته. يا نهار ازرق، حاسس بيه الجرافطه هتخنقه وهو قاعد. مش منافقين ينفع كده. حد يقعد مع ياخد بنت حضرتك مثلا، يقول لك احنا عاملين مساكنه زي امريكا كده وقاعدين مع بعض وعايشين حياه الازواج، وبعد كده يجي يقول لك، او هي ترجع البيت تقول لك معلش اصل هو مشاني زهق مني. عادي من غير اي حقوق. وفق الحداثه، وفق مبادئ العلم الحديث والرؤيات الحديثه، نعم نوافق وما فيش اي مشكله وما فيش شائبه في ذلك. طب وعلى فكره في منتصف الجبهه. والله اسود يا لهوي، صدق المثل اللي قال لا تامن للاقرع لو كان امن له. مش عارف والله الفايده من الامثله دي اننا ما نامنش لواحد اقرع، بس ممتع بصراحه. عايزين 5 منه في الجنينه. الاستراحه متكلفه قوي. انا مش ايه ده، لما ابنك ولا بنتك يعدي من قدامك كده في الصاله وقدام التلفزيون يلاقي ده؟ يا سيدي العزيز، الامام ابو حنيفه اجاز الزنا طالما كانت بعوض، اجاز المساكنه طالما كانت بعوض ومقابل او بشيء متبادل، لم يجرم سوى الزنا عن طريق المطارفه. طيب. ايه لما ابنك ولا بنتك يعدي من قدامك كده في الصاله وقدام التلفزيون يلاقي ده؟ ايه ده؟ اطلع بره ايه؟ لا الموضوع حزين. الموضوع حزين قوي. الحاجات دي بتدخل بيوتنا وبسم الله ما شاء الله تلاقي نفسك قاعد ساعة العصاري ومأنتخ ومفخد، إذ ببرامجنا التي تبعث البهجة علينا تعرض لنا واحد بيتكلم في موضوع زي ده. الإمام أبو حنيفة أجاز الزنا طالما كانت بعوض، أجاز المساكنة طالما كانت بعوض ومقابل أو بشيء متبادل. هوب فجأة ابنك أو بنتك يخشوا عليك كده وأنت قاعد، إيه ده؟ اطلع بره ايه؟ قول لي موقفك ايه ساعتها؟ قول لي احساسك ايه لما ابنك او بنتك يسالوك يا بابا او يا ماما يعني ايه مساكنه؟ لا وكمان يلاقوا واحد كبير بيبرر الموضوع ده، والمفروض ان هو محامي. طبعا هو تم فصله من النقابه وفي قواضي تحررت ضده يعني، بس مش دي المشكله. المشكله ان هو اوريدي طلع على البرامج واوريدي الناس شافته وهو بيقول الكلام ده. النقابه بتاعت المحامين وقفت الدكتور هاني سامح عن مزاوله مهنه المحاماه وحولته للتحقيق. قرار فاسد فاشل لا يساوي قرش، وقمنا بالاجراءات ضده. قرار ما يساويش الحبر اللي اتكتب بيه لسبب. يعني كمان بيأكد على موضوع ان الحوار بتاع المساكنه ده موجود في الدين، وان امام زي الامام ابو حنيفه اتكلم عنه ودعمه، دعم المساكنه، دعم الزنا. طيب مبدئيا كده يعني عشان نصحح بعض المفاهيم، ابو حنيفه عمره ما قال ان الزنا حلال، المساكنه تساوي زنا. لكن الامام ابو حنيفه، وانا يعني بحثت وذاكرت لان ده مش تعليمي، انا ما اتعلمتش في الازهر، بس يجب على كل مسلم انه يبحث في دينه عشان على الاقل يقدر يرد على بعض الشبهات بتاعه العلمانيين او الملاحده او الناس اللي بتقعد تدخل في دماغنا افكار غريبه وفي دماغ عيالنا زي الاخ ده كده يعني. فبعد البحث والدرس تبين لي ان ابو حنيفه لما اتكلم عن الموضوع ده كان اسمه الاستئجار. يعني انت بتأجر واحده، يعني مثلا انا اجرت واحده تنظف لي الشقه، فسخنت فقمت عملت معاها حاجه، ده استئجار، انا دفعت لها فلوس على حاجه معينه. وكان الكلام على ايه بقى؟ ان اللي بيعمل كده او اللي عمل كده لا يعاقب بالرجم او الجلد، دي العقوبات بتاعت الزنا. الامام ابو حنيفه قال ان العقوبه لازم تبقى مخففه عن الجلد او الرجم، لكن ما قالش انه حلال، هو برضه بيقول انه حرام بس ما يبقاش بنفس عقوبه الزاني عن عمد. هو ده اللي وضحه الامام ابو حنيفه. بس يعني ما قالش انه لا يعاقب او ان الهونجا بونجا حلال. لن يصدر عنه الكلام اللي حضرتك قلته ده.
واتفق مع جميع الائمه في موضوع ان الزنا حرام، لكن اللي حضرتك بتستند اليه دوت اسمه الاستئجار، وانا وضحته وهبين لكم دلوقتي ايه الفرق بين الاستئجار اللي اتكلم عنه ابو حنيفه والمساكنه اللي بيتكلم عليها الاخ ده. المساكنه يا سيداتي يا سادتي انستي ان حضرتك بتروح لواحده سواء لابوها لامها لاي حد او ليها هي شخصيا لو ما عندهاش حد يعني او ملهاش اهل، وتقول انا هاخدك هعيش معاكي، هيتقفل علينا باب واحد وهنعمل هوندا بوندا وهنتعايش اكننا اتنين متجوزين، بس طبعا لا في ورق ولا شو، ما فيش الكلام ده. احنا كده انا هاخدك نروح الشقه ونقفل على بعض الباب واللي يحصلني تذكرني ونقعد فتره مع بعض ندرس بعض، كملنا كان بها ممكن نتجوز او لا. طب ما كانش بيها بقى وما اتفقناش مع بعض او الحياه ما حبيناش الحياه مع بعض، خلاص كل واحد يروح لحاله. هل في طلاق؟ لا، هو ما كانش في جواز عشان يبقى في طلاق، بيسيبوا بعض عادي، والبنت خلاص ما بقتش بنت وممكن تبقى حامل كمان، وهم اكتشفوا ان هم مش هينفعوا مع بعض الا بعد ما بقت حامل. قال يعني وجابت تامر او شيرين اي حد يعني حزن. والله العظيم يا سيدي الفاضل بقول لك بيعيشوا مع بعض فتره كتجربه. بيجرب ايه؟ هي مش عارف، بيجرب المكن، هو مأجر عربيه. انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتنشروا ايه اللي بيظهر في برامجنا ده؟ انا هتشقل. يجي واحد في فتره المراهقه بتاعته يقول لي هم بيعيشوا مع بعض لوحدهم خالص. ايوه، ايه ده؟ يعني هيتقفل عليهم باب واحد؟ يعني هيعملوا شقلباظات وحركات مال. دي حاجه حلوه خالص، وهو ده اللي عيالكم بيشوفوه في التلفزيون للاسف. انتوا عارفين بقى الكارثه في ايه؟ ان لو ده برنامج مثلا على السوشيال ميديا فانت ممكن تقدر تحجم الموضوع عن عيالك، تلغي ان هم يشوفوا البرامج اللي زي كده او الفيديوهات اللي من النوع ده، او على الاقل انت لو شفت الموضوع دوت تقدر تفر بصوابعك. لكن الكارثه انه في التلفزيون محدش بيلحق يقوم يحول او يرجع او يقدم او يسكرول على التلفزيون. اللي بيحصل على التلفزيون بيبقى اجباري، اللي قدامك سمعه، لاي حد قدام التلفزيون بيبقى سمع اللي اتقال فيه، سواء قفلت التلفزيون بعدها ركز بعدها او حولت. الكارثه حصلت اوريدي خلاص، ما بنلحقش حتى نحمي عيالنا من السموم اللي بتتقدم على التلفزيون. وسبحان الله ما بناخدش من الغرب او من العلمانيه الا النجاسه بس. والله الحق ده بيشربوا خمره فنشرب زيهم، الحق ده النسوان بتقلع الحجاب وملط والدنيا حلوه فنعمل زيهم، الحق ناس بتلحق نلحق زيهم. طب ما فيش حاجه حلوه مثلا؟ ليه مثلا ما نقولش يبقى عندنا اينشتاين العرب؟ ما هو كان علماني وملحد. ليه ما نقولش يبقى عندنا تسلا العرب؟ لا، ما ينفعش. ما يبقاش عندنا مخترعين نقدمهم على شاشه التلفزيون ونفرد لهم وقت زي ما بنفرد الوقت كده لدعاة الالحاد والعلمانيه والشذوذ والجنس. حد يجاوبني. لا، ما ينفعش نفرد الكلام ده. مخترع يا ايه ده؟ عايزين حاجه ترند، الحاجه اللي الناس مش متعوده عليها. مشاهدات، فلوس، الناس اتجننت، حتى التلفزيون اتجنن. مش عارف اختم الحلقه دي اقول ايه. يعني اشتركوا، اعملوا فولو في البتاع واشتركوا. والله العظيم ما بشحت، كان معايا شويه مشتركين والله وقعوا مني، فانا محتاج شويه مشتركين علشان عايز اروح طنطا على معبسي.